كبسولة رمضان في اقل من 10-15 دقيقة. هحكي لك فيها كل الحكايات اللي بتدور في دماغك واللي احنا بنكررها كل سنة، والناس برضو بتسألها كل سنة. فايه، ركز معايا كده علشان هقول لك المختصر المفيد سريع سريع. تعال نمسك اول حاجه، ايه اتمرن امتى في رمضان؟ طيب الافضل بعد الفطار. في اكتر من سيناريو اللي بعد الفطار، انا بفضل سيناريو معين. بحب اخد سكوب واي واخد تمر واشرب ميه وانزل اتمرن على طول. بيبقى الجيم فاضي، الدنيا رايقه، دخلت جسمي بروتين، دخلت جسمي كارب، شربت شويه ميه حلوين، ما بقاش عندي جفاف او ديهايدريشن، نزلت شديت التمرينه، ارجع افطر، اعيش حياتي والحق تراويحي واظبط دنيتي. شكرا. ده اول سيناريو. في سيناريو تاني، الناس بتفطر وتقعد ساعه ساعتين عشان انت تبقى فطرت، فاكلت وجبه كامله محترمه محتاجه هضم في وقت ساعه ساعتين. لكن التمر والواي ما في، مش محتاج الكلام ده، هو ربع ساعه هيبقوا زي الفل. لكن وجبه كامله لازم تستنى ساعه على الاقل وتنزل تتمرن. وده السيناريو التاني، وسيناريو كويس. مفيش سيناريو التالت، الناس اللي بتتمرن قبل السحور وبعد كده تتسحر، وده سيناريو برده كويس، مفيش منه مشكله. دي افضل سيناريوهات التمرين. تمرين قبل الفطار ما يفضلش، ولكن لو انت ما عندكش غير كده يبقى اعمل كده، اعمل المتاح طالما مفيش قدامك غير كده. طبعا تحافظ على نسبه ميه كويسه اثناء فتره الافطار، ويا ريت لو تاخروا قوي قبل الفطار مباشره، بحيث يا دوبك تخلص تمرين يبقى الاذان بيدن. في سيناريو تاني، ناس بتبتدي ان هي تلعب كارديو منخفض الشده قبل الاذان مباشره، الاذان يدن، يبقوا برده مجهزين سكوب الواي والميه والتمر، ياخدوهم جوه الجيم ويخشوا التمرين. يبقى كده لعيب الكارديو فطر، دخل التمرين وجمع ما بين الاثنين، والجيم كان فاضي والدنيا هاديه، يخلص يرجع ياخد وجبته. دي السيناريوهات من الافضل للاقل. مكملات الرمضانيه، مفيش حاجه اسمها مكملات رمضانيه يعني، ومفيش حاجه اسمها ان انا اقطع كرياتين في رمضان. الكرياتين مش محتاج ميه كتير قوي زي ما انت متخيل، عادي ميتك العاديه. ومفيش مكمل رمضاني. ناس كانت بتقول لك جلوتامين في رمضان بيقلل فقد العضلات، اي كلام هذي. طيب ناس بتقول لك الكازين عشان امتصاصه في 8 ساعات. انا هسالك سؤال بسيط قوي، هو انت يفرق معاك امتصاصه في ايه؟ جسمك محتاج نسبه بروتين معينه، دخلتها اثناء ساعات الافطار، شكرا استكفى منها. لما يمتص على 8 ساعات، ممكن تقول لي البيعه دي اتباعت لك ازاي؟ يعني انت اقتنعت ازاي بفكره ان انت تاخد كازين علشان يمتص في 8 ساعات وبعدين امتص في 8 ساعات؟ حصلش اي حاجه، ما حصلش اي جديد. جسمك محتاج 200 جرام بروتين يعني مثلا، دخلتهم اثناء ساعه الافطار، امتصوا في دقيقه. طب امتصوا في 3، طب امتصوا في 5، امتصتهم في 8 ساعات. جسمك خدهم اتبسط، ما خدهمش مش هيتبسط. بيعه الكازين دي فكك منها. لو بيشبعك وبيلكمك وبيخليك حاسس بالشبع فتره اكبر، دي حاجه تانية. ومش الكازين اللي يخليك حاسس بالشبع فتره اكبر. انت لو كلت لحمه هتخليك حاسس بالشبع فتره اكبر. لو كلت اكل حقيقي ريل فود مش سبلمنت، هيحسسك بالشبع فتره اكبر. واللحمه خلي بالك فتره امتصاصها كبيره جدا برضو. يعني الناس اللي ما قالتش كله لحم، افكار غريبه قوي اتزرعت لنا كده، احنا ما كناش بنفكر فيها زمان. فعايزك تعقل الامور كده. ولكن عامه لو حابب ان انت تشتري كازين، بتحب طعمه، اشتري كازين من على موقع سبورتر.com واستخدم كود خصم دي سي 10، دليلك الشامل للتدريب والتغذيه والمكملات في رمضان. تالت حاجه، نتسحر على ايه؟ نتسحر على حاجه تبقى فيها بوتاسيوم عالي. بطاطا بيبقى فيهم بوتاسيوم عالي. نتسحر على حاجه يكون فيها نسبة بروتين، نسبة كارب، نسبة فات. الثلاث مغذيات الرئيسية سهلة بسيطة اهي. بيدخلوا في السحور بشكل متوازن. نسبة كربوهيدرات كويسة، نسبة دهون صحية، مكسرات تبقى هايلة، نسبة بروتين. ولو انت عايز كازين، ما تاخد جبنة قريش، ما تاخد زبادي يوناني، فيهم هما الاتنين كازين. دخل منهم على السحور، يبقى دخلت بروتين وكارب وفات بنسب كويسه، دخلت نسبه بوتاسيوم حلوه من البطاطس والبطاطا، وبرده الدهون الصحيه اللي فيها بوتاسيوم عالي جدا الافوكادو. بس طبعا هو غالي شويه، فلو انت بتدور على حاجه موفره مش هيبقى احسن اختيار. لكن لو انت متاح بالنسبه لك افوكادو، هيبقى اختيار هايل 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 كمان مره في السحور. مع البطاطس والبطاطا تشرب نسبه ميه عاديه، انت مش جمل، ما تشربش ميه كتير على السحور، وهيبقى ده سحور هايل جدا ليك. فبلاش اختراعات في السحور، بلاش ان انت تشرب ميه كتير، بلاش املاح كتير على السحور. الفول على السحور مش بيفضل معاك 12 ساعه ولا حاجه، والفول قيمه الغذائيه مش افضل شيء، بالعكس ممكن يعمل لك غازات ويعمل لك مشاكل اثناء فتره الصيام. فده الحاجه اللي تعملها على السحور علشان تقلل من العطش. طيب في خدعه كمان لو انت حابب تعملها برضو ظريفه جدا على السحور، انك تاخد الكترولايتس. الالكترولايتس دي حاجه كده مكمل بيتباع، بيبقى فيه صوديوم وبوتاسيوم بنسب متعادله كده، وبيبقى بشكل مناسب لجسمك، بيساعد جدا على انك تقلل من العطش. لو شربت الميه بتاعتك اللي على السحور معاها الكترولايتس بس تنقيها، يبقى مش مضاف عليها سكر، هيبقى هايل هايل قوي ليك. وبلاش سكر بسيط على السحور، يعني بلاش حلويات، بلاش كنافه، بلاش الكلام ده كله. خلي وجبه السحور دي تحديدا وجبه فيها الياف عاليه
ومصادر كارب معقده. زي ما قلنا بطاطس وبطاطا هم الافضل على السحور. طيب العب كارديو منخفض الشده ولا عالي الشده؟ سواء هتلعب كارديو في الفطار او قبل الفطار يفضل انه يبقى منخفض الشده، وطبعا لو قبل الافطار يبقى لازم يبقى منخفض الشده. ولو حديد يفضل ان انت برضو ما تلعبش بكامل الانتنسيتي بتاعتك او بكامل شده التمرين بتاعتك اثناء فتره الصيام بتاعتك. ما تلعبش بشده عاليه. تبلك بقى ولا تنشف في رمضان؟ تعمل بالك ولا تعمل تنشيف في رمضان؟ ها اعمل اللي انت عايزه، الاتنين متاحين، وفي ناس بتقدر تعمل الاتنين. بس هي الفكره كلها هتقدر تدخل كميه السعرات اللي انت بتحتاجها اثناء فتره الافطار؟ اظن ان في بعض الناس بيبقى ده صعب عليه، لكن في ناس بسم الله ما شاء الله ايه بياكل بيودي، فعادي بالك اكلك هتدخله، تمرينك هتتمرنه، الدنيا هتبقى زي الفل معاك، تعرف تعمل ده وبتعرف تعمل ده. وعلشان اساعدك في ان انت تعمل نظام غذائي مناسب ليك ويساعدك ان انت تطور من نفسك في رمضان، ادخل على موقعنا وابعت رقم السيلز وهنعمل لك نظام غذائي طبقا لاحتياجاتك، ونظام تدريبي ومتابعه رياضيه وطبيه شامله مع فريق اطباء كامل، مع دايت اند تشيت بخصومات حلوه جدا. فبرضه ابعت لي دلوقتي ويلا نعمل حلقه مع بعض. مشي الدنيا. برضه تعمل ايه في المنبهات في رمضان او الكافيين والحاجات دي كلها؟ يفضل توقفها، يفضل تبقى ده الفتره البريك بتاعتك، لان زي ما احنا عارفين ان الحاجات دي بيبقى ليها تعود، جسمك بيتعود عليها. فعلشان ان انت محتاج كل فتره انك تبطلها، ده انسب فتره انك تبطلها فيها. وما تنساش تتفرج على فيديو الكافيين برضو على الايه، على الانستجرام، كان فيه معلومات مهمه قوي لما انا بطلت كافيين لمده شهر. هتلاقي الموضوع مفيد جدا. وكمان الكافيين بيستخدم كديوريتك. يعني ايه؟ القهوه والحاجات دي بتخليك تنزل الميه اللي في جسمك. ايوه، فلما انت تشرب قهوه على السحور هتنزل الميه اللي في جسمك، فهتلاقي نفسك بتعطش اسرع. فيفضل انك توقف كافيين عامه اثناء شهر ايه، رمضان. انت مش عايز تشترك معانا ومش عامل دايت، بس عايز تمشي امورك وعايز تخسلك شويه، يبقى هتبعد عن المشروبات الرمضانيه، هتقلل من الحلويات، وتحافظ على، اسمع بقى، خد يا عم دايت ببلاش اهو دايت ببلاش في رمضان لو انت عايز تخسلك حبه حلوين او انت عايزه تخسلك حبه حلوين. باختصار شديد هو مش دايت، هو انا اقول لك يعني ايه، لايف ستايل بسيط كده، ايه مناسب لمعظم الكواكب. يعني حاجه كده ماشيه تمشي امورك، هي مش كاستمايزد لحد ولكن هتمشي الامور معاك. هتفطر على نسبه بروتين كويسه تتراوح ما بين 100 ل 200 جرام، صدور فراخ، لحمه، سمك، كلام من ده. حلو الكلام، حلو الكلام. نسبة كارب يبقى معتدلة. يعني طبق رز صغنن 100 جرام بعد السوا، 150 جرام بعد السوا، حاجة كده معتدلة. ولو انت ميزانك كبير يزيدوا شوية يوصلوا ل 200 جرام مفيش مشكلة. وطبق سلطة خضراء، 3 تمرات وشوية مية. فطار مناسب جميل ظريف، مرة واحدة تاخدها اللي هو أول يوم رمضان شيت ميل وتفطر مع عيلتك، ومحشي بقى وبط والحاجات اللي البيت المصري بيعملها ده. وباقي الأيام مشيها كده، تاخد سناك ظريف قبل التمرينة، موزة وشوية مكسرات، تنزل تتمرن، ترجع تاخد وجبة كمان فيها بروتين، ممكن تاخد لك علبة تونة مثلا ولا حاجة، تتسحر السحور الظريف اللي احنا قلنا عليه، جبنة قريش وبطاطس أو بطاطا وشوية مكسرات، وتنام تبقى زي الفل. والله العظيم حاجة عشوائية جدا بس لايف ستايل ببلاش اهو، ببلاش شويه حاجات كده ببلاش، هتقيفهم على جسمك بشويه سعراتك لو انت كمان عندك شويه معلومات وبتفهم في حسابة السعرات. ولو ما عندكش هتدخل على منصه ينفع تشترك فيها اكتر من 10 كورسات مع دايت اند تشيت، تستخدم كود خصم دي سي 10 على منصه ينفع، تتعلم مع دايت اند تشيت مع اكتر من 10 كورسات من شركتنا. وكمان تستفيد بكورسات منصه ينفع نفسها اللي هي بقى عن الماركتنج وعن السيلز وعن التطوير الذاتي وعن حاجات كتير وازاي تعمل كونتنت. فخدمة تعليمية ظريفة جدا بتقدمها منصة ينفع، منصة طبعا معروفة وغنية عن التعريف. معانا كمان 10 كورسات هناك من دايت اند تشيت بالتعاون معاهم، كود خصم دي سي 10 وانت بتشترك، اوعى تنسى. فتبقى تحسب سعراتك كمان بعد ما تشوف الكورس بتاعي اللي انا عامله هناك، تحسب سعراتك مع شويه الاستراكشر البسيط ده، والكالوريز والماكروز بتاعتك هتلاقيها في الكورس اللي انا عامله، اشرح لك ازاي تعمل كالوريز وماكروز طبقا لاحتياجك، فتمشي امورك والدنيا تبقى ايه زي الفل. تمام؟ ده بالنسبه لو انت عايز تمشي الدنيا كده عشوائي. لو هتاخد حلويات هتاخدها بعد الوجبه، وتاخد توت بسيط حلويات، يعني مش لازم تبهوأ، حته كنافه، حته قطعه، مش كنافه، معلقه اشطوطه، مش مغرفه اشطوطه حاجات كده ايه على الهادي. اي كنافه، لا ما بلاش بقى اللي بالقشطه، يعني كنافه بالمانجا. خلي بالك الكنافه اللي بالمانجا دي ظريفه جدا، بتبقى حلوه، وبتبقى المانجا كمان. المانجا على فكره من برضو من الخرافات اللي الناس بتقولها ان المانجا ما بتنفعش في الدايت. على فكره المانجا سعراتها قليله وعاديه جدا، ودي صدمه طبعا. يا نهار ابيض، بس المانجا وما فيهاش املاح كتير زي ما الناس متخيله. لا المانجا ولا الطماطم فيهم املاح مرعبه زي ما الناس متخيله خالص. ادخل كده سيرش على اي حد، سيرش على جوجل يا عم، اكتب
الصوديوم ان مانجو او الصوديوم ان توميتو. هتلاقي إن احنا كنا مخدوعين بقى، حاطه اصنام دلوقتي. ممكن تاخد كروميوم قبل الحلويات، هيحسن من معدلات الانسولين بتاعتك. ويا ريت لو تاخد معاها نسبه مكسرات عشان برضو امتصاصها هيبقى ابطا شويه، فما يرفعلكش الانسولين مره واحده، لكن كده كده سعراتك هتبقى داخله، ولكن الموضوع عشان تنظم شويه ما تحسش بشراهه بعديها على طول. واخيرا شويه صدمات عن المشروبات الرمضانيه. اوعى اوعى اوعى، وتحديدا لو انت مريض ضغط او مريض سكر، تقرب من العرقسوس. اوعى العرقسوس. العرقسوس على فكره مشروب طعمه طبعا زي الزفت، طعمه يقرف. طعمه يقرف، معرفش الناس بتشربه ليه. بيرفع ضغط الدم جدا ومش مناسب لاي حد مريض سكر او ضغط، ومشروب مش صحي. العرقسوس مش صحي يا جماعه، بيرفع ضغط الدم جدا جدا. لو انت مريض سكر او ضغط بلاش عرقسوس، وعامه طعمه وحش. تشربش البتاع ده. بعد اذنك ما تشربش البتاع ده. بلاش المشروبات اللي بفواكه مجففه، القراصيا والخشاف والحاجات دي كلها. طب ليه يا باشا؟ الفواكه المجففه بتبقى قللت الميه اللي فيها، فبتبقى عباره عن سكر الفاكهه كده ايه مكثف، وتحط انت كمان في مشروب وتروح حاطط عليه سكر بزياده، فتلاقي نفسك ايه بتشرب سعرات بس، سعرات عاليه بس بسكر عالي بس، فتلاقي نفسك على ايه؟ كل فاكهه، كل فاكهه، كل فاكهه حيه. نبعد عن الحاجات اللي ايه بفواكه مجففه. تالت حاجه نبعد عن تمر هندي. تمر هندي الصحيح، التمر الهندي الحقيقي مفيد جدا وكويس، ولكن تمر هندي اللي انت بتشربه اللي هو بيبقى معجون كده بتاع كده بلوكايه كده، عارفينها بلوكايه المربعه دي، بتبقى عباره عن سكر ولون وشويات تمر هندي من الحقيقي، او بيبقوا شايلينه خالص، وبيبقى يا باشا كل الكلام ده محطوط، فانت بتروح مدوبه وحاطط عليه ميه وسكر تانيين، فتشرب معاه بسكر حرفيا. لكن التمر الهندي الحقيقي اللي هو الفريش ده كويس، مفيش مشكله منه، ولكن لما تعمله ممكن تعمله بستيفيا ومش هتلاقي طعمه زي اللي انت ايه بتشربه ده. فنبعد عن المشروبات الرمضانيه دي، نخلينا في المشروبات الظريفه. يعني فيها ايه لو عملت لك 3 تمرات وحطيت عليهم شويه لبن وضربتهم وحطيت عليهم مثلا سكر ستيفيا، والله العظيم يبقى مشروب زي الفل. يتعمل لك سموزي كمان لو حطيت عليه تلاجتين. خليك في مشروبات كويسه واشرب ميه، او اعمل مثلا حاجه بسكر دايت، يعمل ليمون نعناع بسكر دايت يا عم. خليك في مشروبات تنفعك تبقى دايت فريندلي. بلاش المشروبات الرمضانيه دي عشان حرفيا كوارث كوارث. ده يا باشا كان دليلك الشامل لرمضان في اسرع من السرعه. تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وكل القصص دي. دي سي 10 في موقع ينفع يديك خصم 75% على اي كورس. دي سي 10 على سبورتا دوت كوم يديك خصومات على اي مكملات هتشتريها. دي سي 10 من على الستور اللي عندنا على موقعنا بالتعاون مع ماكس ماسل واورجانيك نيشن على كل طلبات الدايت والصوصات والاشواجندا والميلاتونين والحاجات اللي انت محتاجها كلها من على الستور. هتاخد خصم برضو على كل المنتجات دي لو انت عايز تشتري طلبات الدايت بقى ومكرونه الشوفان والصوصات والكلام ده كله عندنا على الستور بتاعنا. تدخل على موقعنا او على نمرة السيلز تقول لهم اشتراكات رمضان، هتاخد برضو خصومات عشان خاطرك انت. كله خصومات. بس ويلا نعمل حاجة قوية دايما مع بعض ونتعلم ونستفيد، ودايما حماة الفتنس.